عليكم، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. هتكلم النهارده ان شاء الله عن الميل سلوب، وهنقسم الفيديو بتاعنا ل3 اجزاء. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه ميل، بعد كده هنتكلم عن انواع الميل، واخر حاجه هنتكلم عنها ازاي بجيب الميل، طرق ايجاد الميل. طب اول حاجه يعني ايه ميل؟ لو انا عندي خط مستقيم كده بالشكل ده ومميل شويه عن محور السينات، هو ده مفهوم الميل. هاخد نقطتين من على الخط المستقيم دول وهبدا اتعامل معاهم. طب الميل بيتجاب ازاي؟ بقول معدل تغير واي على معدل تغير اكس. فانا هاخد النقطتين الاوردر بير اللي عندي هنا 3 و1، وهنا البوينت الثانيه 1 ونيجاتيف 3. طب انا بتعامل معاهم ازاي؟ هتعامل معاهم هقول الفرق في واي اكسس. يعني انا دلوقتي هطرح واي اكسس، انا عندي هنا 1 ونيجاتيف 3، فاقول 1 ماينس 3 اللي هي 1 بلس 3 يعني على عندي دلوقتي 3 اللي بدات بيه. انا هنا بدات ب 1 يبقى لازم اكمل ب 3، فتبقى 3 ماينس 1، يبقى انا عندي كده 4 اوفر 2 اللي هي ب 2. يبقى انا كده يعني ايه ميل؟ مستقيم عامه انحنى شويه عن محور السينات، فبالتالي عمل ميل معاه. طيب انواع الميل ايه بقى؟ عندي ميل موجب وميل سالب وميل بيساوي صفر وميل غير معرف. الميل يعني الزاويه اللي هتتصنع مع محور السينات. فانا عندي هنا لو الزاويه حاده هيبقى ساعتها المستقيم ده الميل بتاعه موجب لو الزاويه حاده. طب لو الزاويه صفريه هيبقى ساعتها الميل بتاعه بيساوي صفر. لو الزاويه منفرجه هيبقى الميل سالب. ولو بيوازي محور الصادات، يعني لو الزاويه قايمه، يبقى ساعتها الميل غير معرف. طب لو حد لاحظ حاجة، أنا بتكلم عن زاوية زاوية زاوية. طب زاوية إيه بالظبط؟ الزاوية دي بتتجاب من أول الاتجاه الموجب لمحور السينات وأنا مكملة. يعني أنا عندي هنا ده الاتجاه الموجب لمحور السينات ومشيت كده، فالزاوية دي حادة. هنا الزاوية صفرية لأنه مع محور السينات كده هو مش صانع زاوية، مش متغير، هو بيوازي محور السينات، فبالتالي الزاوية صفرية. هنا الزاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، وهنا الزاوية قايمة، فبالتالي الميل غير معرف. طب أنا عايزة أعرف حادة موجب، وهنا عندي بعد كده زاوية صفرية صفر، وعندي زاوية قايمة بيساوي الميل غير معرف. طب أنا عايزة أعرف مين اللي كان بيقول لي إن الزاوية صفرية يبقى الميل برضو بصفر، وهنا عندي لو الزاوية قايمة يبقى الميل غير معرف. في طريقة تانية إن أنا أجيب الميل، وإحنا هنتكلم دلوقتي بالتفصيل عن طرق إيجاد الميل، بس من ضمن الطرق دي وهي إن أنا بتعامل مع ذات زاوية مع تاني الزاوية اللي أنا بعملها. اتفقنا إن الزاوية دي هي الزاوية اللي بيصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، فأنا هجيب تاني الزاوية دي. فأنا عندي لو تاني الزاوية حادة هيكون الميل موجب. جربوا تاني لأي زاوية حادة. يعني مثلا جربوا نجيب ان احنا نجيب مثلا تان 13، لو جبنا مثلا تان 16 هنلاقي كل الحاجات دي، تان 30 قصدي او تان 60، هنلاقي ان الحاجات دي كلها هتكون الزاويه بتاعتها حاده، هيكون ساعتها الميل موجب. او تان مثلا 45، كل الحاجات دي هتكون ساعتها الميل بوزيتيف. طيب انا عندي هنا لو الزاويه صفريه تان 0 بزيرو، لو الزاويه ب 90، لو الزاويه قايمه، لو رايت انجل، فساعتها هيكون ايه؟ هيكون ساعتها تان 90. لو جربنا تان 90 على الكالكوليتر هنلاقي ان هي كميه غير معرفه. فبالتالي احنا بنتعامل مع تان سيتا او تان الفا، تان الزاويه عامه اللي عندي، الزاويه اللي بيصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. والطريقه الاولى احنا قلناها في البدايه خالص، اللي هي فرق الصادات على فرق السينات، او معدل التغير في واي على معدل التغير في اكس. اخر طريقه معانا وهي معامل س. لو انا عندي معادله الخط المستقيم، لو انا عندي ص بتساوي 4 س زائد 3، معامل س ده هو ده الميل، يبقى الميل بيساوي 4. او لو مثلا عندي واي بتساوي 5x بلس 4، فيبقى عندي سلوب بيساوي 5. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اتكلمنا عن الميل وعرفنا يعني ايه ميل، واتكلمنا عن انواع الميل، هو موجب ولا سالب ولا صفر ولا غير معرف، وطرق ايجاد الميل وامتى بستخدم كل حاجه. يعني مثلا فرق الصادات على فرق السينات بستخدمها لما يكون عندي ازواج مرتبه، فبالتالي هعرف اطرح الصادات والسينات واقسمهم على بعض. طيب تان سيتا او تان الفا بستخدمها امتى؟ لو انا عندي اصلا الالفا او الزاويه اللي بيصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. اخر حاجه معامل س بستخدمه امتى؟ لو هو مديني معادله الخط المستقيم في صوره واي بتساوي حاجه في اكس زائد الجزء المقطوع من المحور، فبالتالي ساعتها هستخدم المعادله دي. فده كده كل اللي اتكلمنا عليه النهارده، واتكلمنا النهارده عن مفهوم الميل، يعني ايه ميل وازاي بجيبه. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وشكرا لحسن استماعكم.